اول حاجه لازم اعملها عشان اتشيف الدريم ده ان انا يبقى عندي لوجو خاص بيا، انا يبقى عندي يعني مصنع كويس عشان يعمل لي حاجات. انتوا دلوقتي هتشوفوا خطة خريج من خريجين كامب يونج بروجكت مانجمنت بروفيشنال، والخطة دي لأول مشروع في حياته وهو حلمه في المستقبل بعد ما اتعلم خلال 5 أيام أساسيات البي ام بي. مش عايز أحرق لكم بس نتائجه مبهرة. اسمي مصطفى، حلمي يبقى انا عندي كلودينج بزنس. اول حاجه لازم اعملها عشان اتشيف الدريم ده ان انا يبقى عندي لوجو خاص بيا، انا يبقى عندي يعني مصنع كويس عشان يعمل لي حاجات، ويبقى في ادروب كل سيزون، بيبقى في ويب سايت. الريسورسز اللي انا محتاجها يبقى عندي لابتوب عليه ابلكيشنز اللي انا محتاجها اللي هو فوتوشوب وكده عشان اعمل ديزاينز، ويبقى عندي جرافيك ديزاينر عشان يعمل حاجات جديده، وسوشيال ميديا مودريتور، وويب سايت ديفلوبر عشان يعمل ويب سايت، وفاشن موديل حاجات يعني، وباكجينج وشيبينج ده اللي انا محتاج. البادجت كلها هتبقى 50,000 جنيه including 10,000 جنيه لو في حاجه حصلت يبقى نقدر نقعد بيهم. والوقت اللي انا بحتاجه من 2 ل4 شهور عشان كل حاجه اول حاجه يبقى عندي اسم للبراند. انا لسه ما اخترتوش. اناونس على السوشيال ميديا ان انا هفتح حاجه يعني كده، انزل حاجه قبل ما تتعمل يعني الديزاينز قبل ما تتعمل، وابدا ادور على مانيفاكتشر كده عشان يعمل لي الحاجات. ومن هنا بقى البرودكشن هتبدا، وادور على شيبينج كومباني كويسه، وهسيت اب ويب سايت للبراند بتاعي، الونش اول دروب معاها فوتوشوت للحاجه، واخر حاجه ابدا انزل حاجات على الويب سايت خلاص.